حقيقية بإيقاف هذا الاعتداء. لذلك من الضروري جدا سيداتي تسجيل أسماءكم وأرقام تليفوناتكم، حتى أيضا أنتم يعني خلينا نقول إلى أغلب الأصدقاء المعارف من هم في طية منظماتكم مقدمة بلدنا، حتى نسجل موقف يثبت ولائنا وحبنا لأهلنا ولبلدنا. اليوم تشرفنا باللقاء بالعديد من السيدات الفاضلات سيدات العراق، وذلك لشن حملة إعلامية ضد الهجمات التركية على سيادة العراق، على سيادة الأراضي العراقية، والإيقاع في العديد من الضحايا من الأبرياء. ونطالب من حكومتنا العراقية اتخاذ إجراء جدي وفعال، ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف من هذه الهجمات بمساعدة القوات الأمنية العراقية، شاكرين جهودهم وتعاونهم في الحفاظ على سيادة وأمن البلاد. اليوم تشرفنا بمساندة مجموعة من الناشطات العراقيات من مختلف مناطق العراق، من إقليم كردستان، من الجنوب، من الوسط. كلنا نطلق حملة واحدة وهي جمع تواقيع ضد الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية. طبعا احنا هذه الاعتداءات ابدا غير مقبولة، واحنا نناشد بدورنا الحكومة انه تخلي حد من خلال القوانين اللي تحمي اراضينا ضد هذا الاعتداء وضد الطائرات المسيرات اللي تقصف مجموعة من المدن داخل العراق وسببت الكثير من الضحايا والجرحى. واليوم احنا محتاجين الى وقفة حقيقية، جمع تواقيع حقيقية، حملة المليون توقيع ضد اعتداء تركيا على الأراضي العراقية، حتى نطالب الأمم المتحدة بأن تتخذ قرار حاسم بحظر سماء العراق من الطائرات التركية.